السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في كويزين ام عماد. ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. اليوم جبت لكم كيكه التفاح. تجي بزاف هايله بالكراميل، رائعه خفيفه والذوق تاعها ما شاء الله. يلا نبداو الوصفه تاعنا اليوم. قبل ما نبدا الوصفه تاعنا اليوم حبيت نقول لكم ولا ندومونديكم يعني ان شاء الله دعموني في قناتي بالضغط على اشتراك او ابوني وفعلوا الجرس هكا بيوصلكم كامل الجديد. وما تنساوش تضغطوا على جيم اذا عجبتكم الوصفه، وحتى على ديسلايك الى ما عجبتكمش الوصفه. المهم تفاعلوا مع القناه هكا باش الوصفه تاعي ولا القناه تاعي تنتشر على يعني على اكبر نطاق. يلا هدرت بزاف، نبدا لكم الوصفه. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندنا 3 حبات تفاح تقريبا، الحجم تاعهم متوسط. غسلناهم قشرناهم وقطعناهم شرائح، يعني شوفوا كيفاش نقطعوهم بهذا الشكل شرائح. هذه الكيكه حتجينا بزاف خفيفه هايله بالكراميل، الذوق تاعها بزاف بنين، وتجي يعني سهله، ما تديش الوقت بزاف. كما دائما عودتكم وصفات سهله وسريعه وما تشدش الوقت بزاف، والاهم اقتصاديه. هنا بعد ما قطعت التفاح تاعي شرائح نروح نجيبوا المول تاعنا ولا البلاطو تاعنا اللي راح نديروا فيه الكيك. نديروا بابي كويسون ونديروا له مليح الزبده ولا الزيت ونرشوا عليه الفرينه هكا باش نكونوا متاكدين انه مش راح تلصق لنا الكيكه تاعنا. هنا نزدفوا كامل الشرائح تاع التفاح بهذا الشكل ونروح نديروا طبقه الكراميل. هنا في كسرونه رحنا درنا كيس تاع سكر، نديروه فوق النار على نار تكون هاديه يعني متوسطه، ونخلوه حتى يذوب لنا تماما هذاك السكر، يعني ما تخلوش حتى يتحرق، لانه لو كان يتحرق راح يعطينا واحد الطعم ماشي شباب. ولهذا نبداو ساعه على ساعه نحركوه حتى يذوب لنا كامل. كي نشوفوا انه السكر كامل ذاب لنا نزيدو مغرف صغيره تاع زبده ونخليها تذوب معاه مليح. كي نشوف انه الزبده ذابت مليح وتخلطت مع الكراميل تاعنا نضيفوا ربع كاس تاع حليب يكون سخون مليح، يعني سخون حتى درجه الغليان، ونضيفوه يعني نضيفوه غير بشويه ونضيفوه نبداو نحركوه حتى نحسوا انه كامل المكونات ولا السكر يعني ذابنا تماما. بهذا الشكل نتحصلوا على كريمه الكراميل، يعني اللي طاتلنا طعم بزاف هايل للكيكه تاعنا. هذه هي الكريمه اللي تحصلنا عليها، ونروحوا هنا طفينا النار ونقعدوا نخلطوا مليح حتى يتخلطوا لنا كامل المكونات، ونروحوا نديروها فوق التفاح تاعنا. يعني نحاولوا انه نوزعوا الكريمه تاعنا ولا الكراميل تاعنا بشكل متساوي على كامل التفاح ولا على كامل الطبقه الاولى. نخلوها على جهه ونروحوا نديروا العجينه ولا نروحوا نديروا الكيكه. هنا في ريسيبيون رحنا درنا 120 غرام تاع زبده تكون طريه يعني بدرجه حراره الغرفه. ضفنا لها، راني حنعطي لكم المقادير يعني اللي يديروا بالميزان، اللي يستعملوا الميزان، واللي ما عندهمش الميزان راح ندير لكم بالكاس. هنا عندنا 150 غرام تاع سكر، يعني ما يعادل كاس الا ربع تاع سكر. زدنا ضفنا قرصه ملح، نخلط المكونات مليح حتى نحسوا انه هذاك السكر دخلنا مليح مع الزبده. هنا اللي عنده باتور يقدر يدير الباتور. نزيدوا البيض اللي يكون ايضا بدرجه حراره الغرفه، درنا 2 حبات بيض ونزيدوا نخلطوا مليح. هنا بيسهل لكم الامور كما قلت لكم، اللي عندهم خلاط كهربائي ديروا بالخلاط الكهربائي. وهنا ضفنا نص كيس تاع نشا ولا مايزينا ما يعادل 45 غرام، راح تعطي لها خفه،
راح تجينا خفيفة بزاف هذه الكيكة تاعنا. ونخلطوا الكل مع بعض ونضيفوا تقريبا كاس الا ربع فرينة ما يعادل 150 غرام فرينة اللي كنا غربناها من قبل، ونزيدوا كيس تاع الخميرة. نخلط الكل مع بعض ونضيفوا نص كاس تاع حليب حتى نتحصلوا على واحد الخليط يكون نوعا ما ماشي سائل بزاف وماشي عجينه، يعني ما تكونش متلايمه. كيما نديروا المسكوته عادي. حنشوفوا القوام تاعو مع بعض. يعني شفت العجينه المقادير تاعها بسيطه. عندنا الزبده، السكر، زوج حبات بيض، الفرينه والمايزينا والخميره والحليب. ونروحو نديرو الخليط تاعنا فوق هذاك التفاح، ونروحو نديرو فوق في النار فوق في الفرن عفوا على 180 درجه. كي نشوفوها بدات تحمر لنا من الجوانب نشعلوا عليها من الفوق. كي ندخلوا عطر خشبي ونخرجوا ناشف نحيوها من الفرن. كيكه سهله بسيطه وبزاف بنينه هايله رائعه، خاصه رانا في وقت التفاح. يعني نبروفيتيو في هذا الوقت ونديروا كيكه التفاح لوليداتنا. هنا هذا هو بعد ما دخلتها للفرن وخرجتها، ونروحوا نقلبوها. وهذه هي الكيكه تاعنا واجده معنا. وهي الكيكه تاعنا، ولا هذه هي الوصفه تاعنا اليوم بزاف هايله. نأكد عليها ونعاود بزاف هايله. انا شخصيا عجبتني بزاف، هايله خفيفه رائعه. هذيك طبقه الكراميل يعني زدت لها بنه على بنه. نتمنى تجربوها. اذا جربتوها خلوا لي رايكم في لي كومونتير. اذا عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجوها مع خياتكم وحباباتكم هكا باش يشوفوا كامل الوصفه. وما تنساوش تشتركوا معايا في قناتي بالضغط على اشتراك وابوني وتفعلوا الجرس هكا بيوصلكم كل جديد للقناه ان شاء الله. واللي اول مره يدخل القناه مرحبا والف مرحبا، منورين لي القناه ان شاء الله. ان شاء الله الوصفات راهي تنال اعجابكم. يعني شوفوا الوصفه تاعنا هنايا درت لها صوص شوكولا، كما تقدروا ما ديروا لهاش يعني اختياريه. وانا راني نذوق فيها يعني تلمو البنه تاعها ما قدرتش نحبس من الذوقان. عجبتني بزاف، ان شاء الله تجربوها. يلا انا وصلت نهايه الوصفه، وصلت نهايه الفيديو. من قليل نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم. الى وصفات اخرى باذن الله. تركتكم في رعايه الرحمن، مع الف سلامه.